ازيكم وحلقة جديدة من دكان جيري. النهاردة معايا صديق عزيز جدا، نجم كبير جدا. هتعرفوه اول ما اقول اسمه، يعني مش محتاج ان انا اقول عنه كلام كتير غير ان انا شخص بحبه جدا. انا معايا النهارده حاتم صلاح. ازيك يا حبيبي يا استاذ جيري، حاتم؟ حبيبي ازيك يا استاذ ربنا جيري. يبارك، الله يبارك لك، مع انه استاذ مش ظابط على جيري. الموضوع ده كان جيري استاذ جيري صعبة شوية. مبروك الاول على عصابة الماكس. الله يبارك فيك، ربنا يسلمك. هل عندنا حاجة بنعملها تانية اليومين دول؟ لا والله انا لسه بقرا شوية حاجات، لكن الحقيقة ما عنديش حاجة رسمي يعني مضيتها يعني. حلو، وربنا يكرم ان شاء الله. بص، انا عايز اعرفك على البرنامج ده او البودكاست ده. احنا اسمنا دكان جيري. البودكاست فكرته ان انت بتجيب ناس ناجحه كنماذج للناس التانية عشان تعرف ازاي لكل نجاح له طبخ، وازاي لكل نجاح له طريقه. الطريقه دي احنا بناخدها بقى من الناس الناجحين اللي زي حضرتك طبعا. ربنا يكبر بخاطرك. خلينا نبدأ من الأول. يعني الناس دايما بتحب تعرف عن الفنان، هو اتولد فين، عاش فين، المدرسة اللي دخلها، بدأت الدنيا معاه ازاي. فخلينا نبدأ الأول من طفولتك، انت منين أصلا؟ انا بلدي من الصعيد، من حتة من هنا يعني، ومن حاجة اسمها يعني هنا مش هناك. اي يا الموضوع ايوه عادي، في كان قلش، جيري في قلش في البودكاست، كوميدي. خد راحتك. مش من غير. كنت من هنا، من حته اسمها الاشراف. تمام. الاشراف دول من سلاله النبي عليه الصلاه والسلام عليه يعني. الصلاة والسلام. بس انا عمري ما رحت هناك يعني، عمري ما زرتها. اه. كنت عايش طول عمري في مصر الجديده كده، عند اشاره روكسي، في بيت جدتي تمام. الله يرحمها يعني. وكانت جدتي التانية عايشة قريب منها، فكنت أنا بين جدتي دي وجدتي دي. وكانت مدرستي طبري روكسي، ابتدائي إعدادي ثانوي بس. بعد الثانوي حضرتك دخلت الجامعة، كلية تجارة جامعة عين شمس. أي. ايه بقى اللي جاب ده للتمثيل؟ لا ما فيش حاجة كانت للتمثيل، هو الفكرة كلها عادي. أنا كنت طالب في ثانوية عامة يعني، كنت طالب شاطر. هم كانوا أهلي يعني، أو كان أبويا حابب إن أنا أدخل كلية هندسة، تمام. لأن كان أخويا الكبير في هندسة، وكانوا عندهم أمل فيا يعني، إن أنا كنت أشطر واحد في إخواتي، فأنا إيه تكمل المسيرة بقى وأخش ويبقى كله هندسة. مهندسين وكده. بس جبت في تانية ثانوي 86، جبت 30 ونص في الكيمياء. اوكي. دي قللت مجموعي، خلتني اجيب 86%. اه. والسنة اللي بعديها يعني كملت علمي رياضة، جبت توتال 88. اه. وبعد كده دخلت تجارة انتساب. مشوار الهندسة جه على الفاضي. جاي على الفاضي، وكان الحمد لله انا كنتش حابب يعني الصراحة يعني، انا كنت حابب موضوع التمثيل. بس جت تجارة انتساب. انا في الاول دخلت اداب يعني، وكنت عايز ادخل اداب عشان كنت فاهم يعني ان اداب اعلام ممكن يبقى ليها علاقه بالفن شويه، لكن ايه، قعدت شويه هناك وحاولت يعني. بس ما يعني ما قعدتش ولا سنه في اداب، قعدت شويه شهر كده وحاولت على تجاره يعني. طب وليه ما حاولتش تروح معهد سينما، معهد فنون مسرحية؟ ما هو ده أقرب أكتر. حاولت، بس كان طبعا اهلك مش هيستوعبوا فكره ان انت تطلع من ثانوية عامة تروح فكره معهد وكليه اصلا. المهم تاخد المؤهل بتاعك بعد كده اعمل تاخد اللي انت مؤهل، عايزه. وبعد كده يعني كانت دي الفكرة. وكان كمان المؤهل كمان هم ما كانوش حابينه قوي يعني، فخدوا خلاص يعني، خلصنا انت يعني. فشلت خلاص. خدت جرعة عين شمس وبعد كده شوف قصتك مع التمثيل يعني. بس كنت عايز اروح فريق تمثيل في الكلية. كنت في الاول عايز اروح المعهد. رحت يوم المعهد كده، يوم الاختبارات بتاعتهم. فشفت الطلبة هناك حافظة مونولوجات ولغة عربية وعامية سألتهم ايه ده وبتجيبوه منين وبتعملوا يعني القصة دي ازاي. فقال لك في ناس بتدرب وفي. فقلت فاروح فريق تمثيل في الكلية، اكيد في حد هيدلني يعني. الاولاني ده كان معهد فنون مسرحية. ده معهد فنون مسرحية. تمام. احبطت يعني من اللي قالوه؟ لا ما قالوا- انا لقيت ناس حافظة حاجات يعني. انا كان كبيري فاكر ان انا احفظ مشهد في فيلم، فكنت مش مونولوج طويل. ما عشان نعرف حافظ الناس، جو... المونولوج هو عبارة عن فقرة طويلة ممكن تبقى 5 و6 سطور وعايز تقولهم على طول. اه اكتر من كده كمان اه. يعني، بيبقى زي مشهد بس بتقوله انت لوحدك يعني، حتى بالظبط. لو في حد قصادك انت بتكلمه بتتخيله موجود وبتعمل مشهد كله، مفيش حوار يعني مونولوج. وبطريقة المسرح طبعا، يعني صوت عالي، يعني وشك للناس، يعني احراج في بدايتك بقى. كل حاجة يعني. فقلت اروح اتعلم يعني. فكان بالصدفة ان في طالب هو اللي بيخرج وهو مؤلف العرض. الطالب ده محمود جمال الحديني يعني، محمود هو جمال الحديني المؤلف الرائع المؤلف الجامد قوي، الجامد جدا. فظيع يعني. اه طبعا. فمحمود جمال كان بالصدفة هو اللي بيخرج وهو مؤلف النص. فكانت الناس القديمة
مش شايفه ان هو يالف يعني يعمل نص من تاليفه ويجيب نص عالمي متالف بدل ما يرسك بكليه كبيره. هذا ما وجدنا عليه بقونا يعني. هات هاملت، هات اي حاجه واشتغل. هتجيب نص انت كاتبه، واحنا كنا كليه كبيره بتنافس طول الوقت على المراكز الاولى يعني. فالناس القديمه قفشت ومشي، فهو كانش قدامه غير ان هو يعلم الناس الجديده ويديهم ادوار كبيره ويخش يعني يخش بيهم بقى في صدره. يخش بصدره بقى. هو كان بيقول حتى لو جبت تالت مش مهم، انا كنت شوف تالت حلو يعني، احنا احسن 3 من 15 كليه. من 15 بس كلية. هي تالت دي كانت فشل عندنا يعني. تالت حلو على جامعه عين شمس. على جامعه عين شمس. تمام. وكان كل الناس فعلا جديده، كان تقريبا اقدم ناس وليد، وكان بقاله سنه. وليد عبد الغني. وليد عبد الغني. زيزو كان بقاله سنه او محمود عبد العزيز. تمام. الناس دي. وكان جيلنا بقى داخل جيل كده، هو خد شال ادوار يعني. بس عملنا مسرحيه كده اسمها انهم يعزفون. انهم يعزفون. خدت اول جامعه. ما شاء الله. وانا بالصدفه اتقيمت احسن ممثل في الجامعه مستوى اول يعني. مش صدفه، دي مجهود بقى. لا يعني يعني كان مجهود كل الناس. انا طبعا كنت مرعوب، وكنت ان انت شايل ده على كتفك، بس هم. واتسحلت بقى مع فريق تمثيل. ده اول عمل تمثله؟ ده اول حاجه خدت فيه افضل ممثل على الجامعه يعني. مش افضل ممثل عموما، بس هو بيبقى فيه افضل ممثل مستوى اول يعني. بيبقى فيه مثلا 5 أو 6 مثلا بيبقوا كده من كل مستوى يعني. تمام. ولاد وبنات يعني. فهو يعتبر مستوى يعني ممثل اول جامعه في اول. هو ده كان التقييم في الجامعه، اول تجربه تمثيليه ليك. فكانت حاجه كبيره يعني. والعرض خد اول وكسر الدنيا يعني. ودخل ساعتها المهرجان القومي للمسرح، فرقه هواه عيال في الجامعه دخلت المهرجان. كان اول مهرجان، كان انا فاكر لجنه تحكيم يعني بقى هم نشوف ممثلين. كان محمود ياسين الله يرحمه يعني. الله يرحمه. وكان ناس كتير يعني، ناس كتير كانت مهمة في لجنة التحكيم. ودخلنا المهرجان القومي بالعرض ده يعني. وانا اتسحلت بقى مع التمثيل ومع فريق التمثيل. كنت داخل مش حابب يعني. اتسحلت معاهم، بقيت بقضي معاهم ال 24 ساعة في ال 24 ساعة. وفجأة حديني والناس اللي هناك واللي كان ليهم تجارب وجبر وكده ابتدوا يحكوا لك تجاربهم ان هم بقالهم كتير. وانا حبيت ان انا اعيش معاهم. انا وندمت ان انا دخلت فريق تمثيل في ثالثه يعني. كنت عايز تدخله من بدري. ادخله من بدري، اقعد ال4 سنين في الكاست ده. تتعلم عملت المسرحيه دي، خرجتوا بيها بره حرم الجامعه؟ بقول لك خرجنا بيها في المهرجان القومي المسرح. لكن ما خرجتوش مسرح خاص يعني؟ لا مسرح خاص. وتجيبوا جمهور بقى والكلام ده؟ ما فكرتوش وقتها؟ لا طيب. مسرحيه لغه عربيه كمان، مش كانت فصحى يعني. مش للجمهور العادي قوي، مع ان الجمهور العادي كان بيحبها اللي هم اهالينا وكده. وده اللي خلانا بعد كده نعمل مسرح خاص. ان احنا كنا حاسين المسرح اللي بنقدمه، وخصوصا الحاجات اللي تأليف محمود، الناس بتحبها. كملتوا الناس العاديه بالظبط. كملتوا كفرقه مع بعض؟ ده بعد ما اتخرجنا. قررتوا ان انتوا هتكملوا فرقه؟ بعد ما اتخرجنا يعني. قعدنا في الاول عملنا عروض كتير حلوه في الجامعه يعني. وانا سقطت سنه عشان اقعد في فريق تمثيل زياده. سنه سقطت اخر سنه كده عشان اقعد سنه كمان. وبعد كده اما خرجنا انا كنت ناوي ابطل. لكن كان الحديني ده برضو ان هو من الاول كده بياخد فكره شوف الناس عايزه تكمل ولا عايزه تبطل. احنا داخلين هوايه، لكن كنا شايفين الناس اللي بتكمل في التمثيل بعد كده ممكن يكون سنها بيكبر ومفيش شغل ومش هتعرف تشتغل ومفيش حاجه خالص بالظبط. مفيش فلوس بتيجي من المسرح، وانت في نفس الوقت عشان تشتغل شغلانه تانية مش هتعرف تروح المسرح. بالظبط كده. فانا كان بالنسبه لي ان انا هكمل معاهم فتره فريق تمثيل، وبعد كده اتخرج بقى اشتغل واتجوز واعيش. حلو قوي. امتى بقى الوضع ده اتغير وفكرتك دي اتغيرت؟ والله بص، انا بعد ما اتخرجت قعدت 2 سنين بدور على شغل عادي. تمام. بشتغل شغل عادي يعني. قول لنا بقى عايزين نعرف ايه الشغلانات اللي الاستاذ حاتم صلاح اشتغلها. والله اشتغلت الحاجات اللي فيها شقه بقى. حاجات كتير يعني. حاجات كتير كان كلها فيها شقه وما كانش فيها توفيق يعني. كنت اقعد كل شغلانه 3 شهور مثلا منهم يعني. مثلا ساعة الثورة في قناة فتحت كده اسمها قناة تقريبا 25 أو فرحت اشتغلت فيها معد. حلو. فمعد ده أنا كنت بنزل الصبح في رمضان. نعمل يعني. أول ما خدوني كده فقالوا أنت هتعمل برنامج في رمضان، تمسك أي حد بقى بتاع حرف يعني في الحسين، بتاع سبح، ناس قديمة، تعمل معاهم لقاء نص ساعة انت وشك ما بيبانش فيه، لكن بتسألهم شوية أسئلة والكاميرا بتصور وهم بيعملوا شوية حاجات. كل يوم ده نص ساعة. ده ماتيريال كبير يعني. وبرنامج تاني اسمه آراء تقريبا، ان انت بتنزل تسأل الناس سؤال واحد
وتاخد اراء برضو، بتعمل ماتيريال نص ساعه. وده كان انا كنت بنزل 8 الصبح اخلص على الفطار في عز الحر يعني. وكل ده وشك مش باين لا وشي مش باين يعني، ما انتش مستفيد برضه. مش مستفيد، بس بعد 3 شهور هتعين. ايوه، ما وابتدي اخد بقبضوش. مرتب يعني. أيوة. بس تبقى حاجه ليها علاقه بالفن ومش في الفن يعني. بس واشتغلت بقى حاجات كتير. 3 شهور واروح الاقي القناه قفلت مش موجوده يعني. بالظبط، قفلت بعد بقى. قفلت خالص. قفلت خالص قناه. ايوه، القناه قعدت شغلت 3 4 شهور وبعدين انتهت. بعد كده بقى اشتغلت حاجه في الشارع، حاجات كتير سيلز. اشتغلت سيلز في اخر يعني اشتغلت في شركه اتصالات يعني، اللي هم بيبيعوا خطوط البيزنس للشركات. فقعدت اشتغل فيها برضو شويه. دي كانت مرتبه، انا كنت عايز شغلانه مرتبه فوق ال 2000 جنيه. حلو. ودي كانت مرتبها تقريبا 1750 جنيه. فكانت بالنسبه لي ايه، ممكن تساعدني ان انا اتجوز. في مع شويه شغل يعني. بس قدمت في معهد نقد فني ساعتها، كان في فنون مسرحيه يعني. اللي هو النقد والدراما. كان معهد كده لسه طالع اسمه نقد فني. كنت ممكن ما تروحش قوي. اه. فانا كان بقالي 3 شهور في الشغل. فقلت لهم انا رجلي اتكسرت مش هعرف اجي يعني. ايوه. فقالوا لي طب احنا محتاجين اشعه تثبت الكلام ده وبتاع. فكلمت دكتور صاحبي ورحت له المستشفى، عمل لي الاشعه وعمل لي التقرير وكده، عشان اروح الورشه بتاعه المعهد دي اسبوع يعني متواصل. مش هروح الشغل يعني. فرجلي ما فيها تمزق في الاربطه مش عارف اجي. بس في حد في الشغل شافني في اخر يوم وانا راجع من المعهد في المترو. شافني انا ماشي على رجلي عادي يعني وبتاع. وطبعا انا ايه قلت هو مش هيقول يعني، هو زميلي مفيش حاجه يعني. لا يا باشا، ازاي؟ ما اه ينفعش. راح قايل. فرجعت فقالوا لي ايه يعني، سلم حاجتك كده وتوكل على الله. فكنت كل شغلانه بعد فيها كده لغايه لما اشتغلت سيلز شحن بحري وجوي. تمام. اللي هو نجيب سبيس على المراكب للناس اللي بتستورد. وكونتينر، وده 40 وده 20 والقصص دي كده. عارفها طبعا. اشتغلت فيها حبه حلوين يعني. ونجحت فيها شويه. قعدت فيها دي اكتر شغلانه طولت. قعدت فيها حوالي 9 شهور او سنه. حاجه كده يعني. دي اطول شغلانه. دي اطول شغلانه. لغايه لما كانوا بيعملوا عرض كده، الفرقه بتاعتنا كلها كملت. لان حديني كان صاحب مدرسه ان احنا نكمل مهما كان. انت كنت في ظل الصراع اللي حاصل، اللي الناس كلها بتعيشه ما بين الشغل اللي بيجيب فلوس والموهبه اللي مش قادره تجيب فلوس. هم كانوا شغالين بقى. هم كانوا مكملين. هم مكملين يعني حتى راحوا قدموا عند ورشه استاذ خالد جلال وكملوا. وانا فجاه لقيت نفسي بتحول من الشخص على المسرح لشخص بيتفرج على المسرح. تمام. وده كان شعور قاسي يعني، ان اصحابك مكملين ودفعتك وكل حاجه وانت. لكن هو كان قرار يعني. لغايه ما في يوم قالوا لي في مسرحيه يعني بكره او بعد بكره كان في حد مش هيبقى موجود فيها، فتعالى اعرض مكانه يعني. كانت مسرحيه اسمها مدينه الثلج في المهرجان العربي. وعرضت المسرحيه وفجاه استعدت السكسيهات وكنت ساعتها بحب واحده وفي الوقت ده كنت سبتها يعني. كنا سيبنا بعض يعني عشان هي كانت هتتجوز والكلام ده. فكان كل حاجه بتقولك ان انت لازم تكمل وتسيبك بقى من كل حاجه وتكمل في طريقك. انت مكانك على المسرح مش في الجمهور. فقررنا ساعتها ان احنا كلنا يعني نعمل فرقه 1980 وانت طالع. بداتوا بقى ان انتوا تعملوا مشروع 1980 وانت طالع اللي كلنا بعد كده عرفناه. ما كانش مشروع في الاول، كان عرض محتاجينه في مهرجان يعرض ليله كمان 7 ايام. تمام. فكان جبر صاحبنا مخرج العرض عنده استوديو في وسط البلد. فجمع الفرقه كلها وقال ان احنا عندنا عرض كمان 7 ايام. بدأ الحدين يكتب في قاعة واحنا نرتجل المشهد في قاعة ونعمل ايه. خلال 7 ايام عملنا عرض. فجأة بنعرض العرض ده في المهرجان، عزمنا اصحابنا وكان في مسرح الجمهورية. العرض كسر الدنيا طبعا. عرض طلع في 7 ايام وكسر الدنيا. اللي ما يعرفش بقى حاجة عن 1980 وانت طالع، في ناس يمكن شباب كانوا وقتها صغيرين. 1980 وانت طالع دي كانت في الهسابير، يبقى البلد كلها في الهسابير. فعبد المنعم جابر في اسكندريه، في الجيزويت في اسكندريه، جيزويت في القاهره كمان. وفي جيزويت في القاهره كمان. كانت ملهمه لكل الشباب وقتها. كانت الناس بتشوف كل حالها في الشارع في المسرحيه بالظبط. بس هي في الاول ما كانتش كده. يعني في الاول انا فاكر ان احنا كنا بنفتح في الجيزويت مثلا كل سنه. جيزويت القاهره مسرحيه 60 كرسي. وانا فاكر ان احنا في الافتتاح يعني جالنا 9. وكان افتتاح المسرحيه ومكلمين كل اصحابنا وكل بتاع. كانت التيكت ب10 جنيه. لكن الحقيقه ما كانش في فكره ان انت تدفع فلوس
او ما كانتش فكره عند الناس ان انت تدفع فلوس في ناس ما تعرفهمش تخش مم. تشوف مسرحيه الناس مغموره. أيوة. ما حدش يتفرج عليها يعني. وفضلنا نحاول في الموضوع ده سنه ورا التانيه، نخسر طبعا. مم. مش عارفين نجيب ايجار المسرح. انا فاكر ايجار الجزوي كان 200 جنيه. ومش عارفين تجيبوه. احنا محتاجين 20 تيكت في اليوم مم. عشان نقفل مم. نجيب الفلوس وندفعها. لكن احنا كنا بنجيب 9 8 وفي ايام 3 و4. فطبعا انت بيبقى بقية الفلوس دي انت المفروض تدفعها للمسرح. واحنا ما مش بنشتغل حاجة غير ده، فكانت بنقعد اسبوعين 3 ونقفل. لغاية لما في سنة في الجزويت قررنا نفتح ونجرب تاني يعني. وفجأة جت ناس بدأت تكتب على العرض حاجات على الفيسبوك. كان لسه الفيسبوك لسه الحاجات دي مم. طالعة يعني. بدأ ممثلين ومذيعين يهتموا ويروحوا يتفرجوا في الاول لا، احنا في الاول لما جالنا 30 واحد ما نعرفهمش، احنا مش عازمينهم، جايين عن طريق الدعايه الفيسبوك وبتاع والحاجات دي. بدأنا ايه يعني نحس ان في حاجه حصلت كبيره يعني. لغايه ما في مره ال 60 كرسي دول بقوا 200. مم. فبقت الناس قاعده جوه الكالوس. يعني صح. هو مسرح الجزويت مسرح صغير كده وفي كراسي خشب. كانت ساعتها يعني طالعه بامتداد المسرح كده، هم 60 كرسي. فبدأت الناس تقعد على تحت الارض جنب المسرح على البتاع الأرض. وخلاص في اول كالوس. ونفس يعني اللي اول كان كالوس بيحصل في احنا جيزوت اسكندرية. ده كان نفس. اه وبرضه كنا في عبد المنعم جابر الناس بتقعد على السلالم اللي بين في الكراسي نجاح اللي جنب حصل بعض. كده مم. غريب لدرجة ان احنا كنا بنخش المسرحية. الناس كانت التيكت بتنزل الساعة 6 بتخلص 6 و5 والعرض الساعة 8. ف وكانت بتتباع تحت سوق سودا. وان احنا داخلين مسرح لوسابير ده في الاخر يعني بعد الفترة اللي احنا بقول لك نجحنا فيها دي ما كناش بنعرف ندخل المسرح. والناس فاكرانا ان احنا داخلين نزاحم على تيكت، ما تعرفش ان احنا ممثلين ايوه ما يعرفوش. اللي جوه المسرح يعني. ودي اول حاجه شفنا فيها ان عادي ممكن الاحلام تتحقق او ممكن يعني ليه لا. فجاه انت ناس كتير ما تعرفهاش كل يوم جمهور بيقطع بعض عشان يجيب تيكت. اللي بيجيب تيكت بيتصور معاها الناس ما تعرفهمش. فابتدينا نصدق شويه ان ممكن نعمل حاجه يعني. لكن طبعا كان في طول الوقت نجاحات واحباطات. وفجاه المسرحيه كومبليت، وفجاه بعديها بسنة أو سنة ونص تبتدي الجمهور يقل وبتبتدي إحنا كمان يحصل النجاح. طبعا بيجيب في الفرق بيجيب شوية مشاكل يعني. مم. مشاكلنا تكتر مع بعض وبعدين نقعد وبعدين نرجع تاني. ابتدينا نروح في الحاجات ايه اللي يجيله مشهدين في مسلسل واللي يجيله دور في فيلم واللي قبل بقى ما ننتقل لفكرة ان حتة ان انت تنتقل او يتحصل لك ابجريد من المسرح للشاشة. هو طبعا المسرح هو ابو الفنون يعني، ولكن في زماننا هذا كل زمن له. دلوقتي التلفزيون والسينما هي الاصل يعني، او هي اللي بتجيب الشهرة، هي اللي بتجيب الفلوس، هي اللي بتجيب كل حاجة. لا هي بتجيب الشهرة اه بس. بالظبط. والفلوس يعني بعيدا عن مسرح عادل امام ربنا يديله الصحه ومحمد هنيدي بعض الاوقات ما فيش مسرح بيجيب فلوس كتير يعني، اللي هو هو تضاهي الفلوس اللي بتيجي من السينما والتلفزيون. قبل بقى ما ندخل في الانتقال ده، خلال عرض المسرحيه احنا بنتكلم في تقريبا من 2012 ل 2017 18 في 6 سنين. 1980 وانت طالع، وبعدين البروفا بنفس الفرقه. آه، كنتوا بعد كده بدأ يجي لكم جمهور كنتوا بتصرفوا منه على المسرح، اوكي. اه بس اعتقد الجمهور ده ما كانش بيطلع منه فلوس ليكوا، مش الفرقه دي كلها الجمهور ده مش هيعرف يقبضها. برضه يعني لا ما كانش بيقبضنا. بس كان في الزحمة قوي يعني. يعني ممكن مثلا في الوقت ده يعمل لنا ايه سكة 3000 جنيه في الشهر كل واحد. احنا كنا بنوزع الفلوس كلها علينا في الاخر. هي التيكت زي ما قلت لك كانت ب 10 جنيه. المسرح بياخد نص التيكت وبندفع شوية مصاريف الضرايب والحاجات، وبيبقى مثلا سكة 30% من الإيراد بيتوزع على الممثلين. ال 30% دول كانوا بيعملوا في الشهر مثلا شهر عرض متوسط سكة 3 4000 جنيه. فكانوا كويسين مش وحشين يعني، نعرف نصرف منهم. كويسين انك تاكل وتقعد على القهوه بس لكن ما وكنا تأمنش. مبسوطين يعني. وفي النهاية احنا بيجي لنا فلوس من الفن شبه مرتب شهري، دي حاجة كبيرة جدا يعني. لكن بعد وقت طبعا بقول لك مع ان بقت المدة طولت. احنا قعدنا 7 سنين تقريبا او 8 سنين على المسرح يوميا. فحصل شوية مشاكل. الفرقة بدأت تتفركش شوية لغاية لما كانت الناس زهقت في آخر العرض يعني. إن إحنا بقالنا كتير بنعرض المسرحيتين دول
وكده، رغم ان الجمهور بيحبهم والجمهور عايز يجيهم. يعني كان في ناس، خصوصا ان انتوا كنتوا بتعملوا ابديت من يوم ليوم. بس في ناس كانت حاسه ان احنا ما بنتقدمش، مم. خصوصا ان احنا توعدنا بحاجات كتير من منتجين، لان كانوا بييجوا يشوفوا المسرح والنجاح واللي يقول لك هعمل لكم فيلم، واللي يقول واللي لك يقول لك هعمل لكم اعمل لكم مسلسل. مسلسل والحاجات دي، ونقعد ونتخانق ونقول هناخد فلوس كذا ونتفق على فلوس كذا، وكان في النهايه ما حدش بيكلمنا يعني بعد كده. فكانت الناس حاسه ان احنا في نفس لكن انا كنت شايفها خطوه. انا من ضمن الناس الفرقه كنت شايفها خطوه مهمه ان احنا نفضل على المسرح، ان احنا اتعلمنا. احنا طالعين من الجامعه بنمثل، لكن على المسرح 7 سنين او 8 سنين انت اتطورت او تغير شكلك التمثيلي من اول يوم. احنا لينا فيديوهات بنشوفها في المسرح بنضحك على نفسنا يعني، مم. حتى وفي جمهور وعاجبه، بس احنا نفسنا اتطورنا. صح. فكنت شايف ان احنا بنتعلم وبنتطور وفي شغل يومي، حتى لو بقى يجيب فلوس قليله بعد كده. ف... فليه لا يعني. طيب هقول لك على حاجه برضو. كل فنان بيبقى نفسه ان الناس تعرف هو بدأ منين، ولكن الناس واقفه او بدأت معاه من حته معينه. انت الناس بدأت معاك من نفادي، برغم ان انت عملت اعمال قبلها واعمال كويسه. ايه اللي كان قبلها؟ يعني انت طلعت من المسرح، رحت على ايه الاول عشان توصل لنفادي؟ والله رحت لحاجات كتير يعني. بعد بعد المسرح جالي ادوار، شويه ادوار في السينما والتلفزيون يعني. في اخر ليله في 1980 واحنا كنا مقررين نقفل يعني 2018. تقريبا، جالنا احمد امين، تمام. الاستاذ الكبير احمد امين يعني. طبعا. جه لابس كاب كده ومتخفي وبيتفرج على العرض. الناس قالت لنا ان هو في الصاله. طب قعدوا في اول صف، قالوا لا ده هو ايه، حجز في الصف الرابع او في الصف الخامس يعني، وقاعد يعني. وهي اخر ليله بالنسبه لنا، فعرضنا المسرحيه وبعدين جالنا مكالمه منه انا وليد بعد العرض. انت وليد عبد الغني. انتوا فين وازاي كده وانا يعني مش مصدق ان انا بشوف ناس موهوبه كده ومش واصله الحته يعني. انتوا فين وازاي؟ حكينا له يعني. قال طب انا حابب ان انا اقعد معاك، وانا بعمل مشروع شبه البلاتو، بس هو مش برنامج يعني، مش سكتشات. فاحنا ما كناش فاهمين ايه المشروع يعني. هكلمكم قريب، ولو اتفقت مع منتج يعني، لو ما اتفقتش ايه هكلمكم كده كده نقعد نشرب القهوه يعني. انا اثناء الفتره دي كنت قعدت خالص بقى مش بشتغل، مستنيه يكلمني ومش معايا. المسرحيه وقفت. المسرحيه وقفت خلاص. اللي حتى اللي كانت 3 4000 اللي كانوا بيجوا ما عادش بيجوا. مفيش حاجه خالص بقى. ما كانوش 3 4000 كمان، ده 3 4000 ده في الذروه يعني. لكن قبل الذروه دي كان فاهم سكه 1800 ممكن 200 جنيه في الاسبوع. فكان قليل جدا يا دوبك مواصلاتنا يعني. بس كانوا موجودين، ما بقوش موجودين. فانا بقيت مستني احمد امين مكلمني، لغايه لما بعت له مسج كده في مره: انت مش هنشرب قهوه حتى يعني لا قول لي اي هو حاجه. بردت. ففعلا كلمونا يعني ان احنا هنعمل مسرح مع احمد امين، وهو بيجمع فرقه وكده. فروحنا عشان نتفق مع الانتاج، فقال لك ان انت هتقعد زي 3 شهور في الاول في ورشه تدريبيه بقى. ورشه تدريبيه. فانا مش مصدق ان انا هنزل من بيتي 3 شهور وانا مش معايا فلوس خالص يعني. والورشه دي مش مدفوعه الاجر يعني، هم مش هيدونا اجر اثناء الورشه دي، بس هم في النهايه ادوك الورشه على حسابهم، جايبين حد من فرنسا يعلمنا ارتجال والقصص دي. واحنا فقلت لهم انا يعني شبه مش معانا فلوس. الورش دي في ظروف اخرى ناس بتدفع فيها فلوس، ولكن في ظروفك انت حتى مش قادر تروحها مجاني. ايوه مش قادر اروح، حتى وهي مجاني كده مش قادر مواصلات تروح. وسجاير وكل الحاجات دي. لكن في النهايه ما كانش عندي اوبشن تاني يعني. قلت ايه، وبعدين انت بعد الورشه كمان ممكن ما يختاركش، لان هو في النهايه في 35 واحد يختاروا منهم 10. رجعت تاني للصراع الاول ما بعد التخرج من الجامعه. لا بس كنت يعني رحت في الاخر، بس كنتش عارف اعمل ايه يعني. هستلف فلوس وممكن بالنهايه ما تبقاش انت من ضمن الناس اللي هي تختارك الست اللي بتدربنا يعني. ممكن ما تختاركش من ضمن ال10 اللي هيبقوا فرقة أحمد أمين المسرحية. بس قبل ما نكمل في الحتة دي، أنت مريت بوقعتين أو بمطبين أنت بقى اللي هتوصفهم لأن أنت اللي عشتهم. دلوقتي بعد ما اتخرجت من الجامعة قعدت 2 ما بتشتغلش، وفي صراع ما بين ارجع امثل ولا ما ارجع. يعني كنت بشتغل بعد او كنت بتشتغل وضحيت بالمسرح. بعد كده ما بقاش بيجي فلوس من المسرح، وجايه ورشه تدريبيه
فانت بقى بتختار ما بينهم. اللي عايز اقوله فكره ان انت بعد 8 سنين او 7 سنين من الشغل المتواصل اللي بيجيب يعني على حد قولك حاجه تعيش شويه، ان انت وقعت تاني، ما مم. بقاش فيه فلوس دي علمتك ايه المرحله دي؟ بص، يعني هي كمان كان في فترة وقوع تالتة بعد ما اشتغلنا مع أحمد أمين والدنيا بدأت تضحك شوية، حصلت كورونا وقعدنا سنتين تاني في البيت. مم. ودي كانت الفترة اللي وصلت فيها لحاجة كده، إن أنا في الشغلانة دي هكمل، يعني هكمل لغاية لما أموت. مفيش رجوع، يعني مفيش اوبشن الرجوع. حتى لو فكرت فيها بشكل منطقي ان انت ترجع او تشتغل شغلانه عاديه، خلاص بقيت عندك تقريبا حاجه و30 سنه، مش هينفع تشتغل بشهادتك، مش هينفع تشتغل اي حاجه ده، فانت كده كده ما عندكش اوبشن الرجوع. فكان اللي فكرت فيه واللي حسيته فرق معايا ان انا ما عنديش رجوع، وفي نفس الوقت انا مش مستني من الشغلانه حاجه. يعني ده اللي يمكن خلى الدنيا تفتح، يعني ان انا ما كنتش مستني حاجه، كنت راضي. لما رضيت بكل حاجه، ورضيت بالوضع اللي حاصل، ورضيت ان الوضع اللي احنا فيه ده احسن حاجه. بس كانت اللي خلاك تكمل في كل ده ان انت عايز تكمل الاستمراريه. ان انت طول الوقت، احنا مش بس عملنا كده، احنا بعد احمد امين احنا عملنا مسلسلين مع الفرقه انتاجنا، ونزلناهم على اليوتيوب. يمكن برضو مش ناس كتير شافتهم، بس احنا ما كناش بنقف، احنا كل يوم بنعمل حاجه. لايف شو وسجن اختياري. لايف شو سجن اختياري. كان سجن اختياري في الاول تجربه 9 حلقات، في ظل الظروف اللي انا بحكي لك فيها دي، مش معانا فلوس خالص. قررنا ان احنا ندفع برضو سكه 5000 جنيه كل واحد عشان نعمل مسلسل. المسلسل ده بيتصور في 9 ايام، لازم يتصور في 9 ايام. وقعدنا نعمل عليه بروفات 6 شهور عشان خاطر نقدر نصوره في 9 ايام، على قد الفلوس اللي معانا. فدي كانت تجارب طول الوقت انت بتحاول. حتى التجربه التانية كانت لايف شو، كانت في مكتب احمد امين، مم. وكان مدينا يعني في حاجات كانت مدينا من عنده، كاميرات ومعدات صوت غير الحاجات اللي احنا اجرناها. والتجربه اتصرف عليها فلوس اكتر عشان تبقى بتقنيه عاليه زي المسلسلات اللي موجوده في التلفزيون يعني. وبرده بروفات كتير فاحنا ما سكتناش، ولحد دلوقتي مش ساكتين. ولحد دلوقتي يمكن انا ممكن اكون وصلت، بس اصحابي ممكن يكونوا لسه ما وصلوش لنفس المنطقه، لكن هم برضو مش ساكتين، طول الوقت بيحاولوا طول الوقت. فهي دي كانت زي ما انت كنت بتسأل في الاول ايه الخلطة، او كانت الخلطة ان انت هتكمل. خلطه النجاح نفسها. ان انت تكمل فيها، وفي نفس الوقت ترضى باللي حاصل، وتبص في ورقتك. يعني عبث مش هيوصلك لحاجة. اللي يوصلك ان انت تبص لورقتك، وتبص ان كل واحد ليه وقته، وكل واحد ليه يعني. وكنت شبه واثق ان برضو محدش بيموت قبل ما يحقق حتى لو جزء من حلمه. يعني كنت دايما اشوف ممثلين حلمهم يبقوا يعملوا حاجة، ممكن قبل ما يموت او قبل ما يحصل له حاجة يبقى عمل جزء من الحاجة مم. دي. او زي مثلا فاروق الله يرحمه، كنت دايما اقعد مع فاروق ويقول ان انا نفسي اوصل لحتة، نفسي اخد فهو دور الله كبير. يرحمه صاحب افيه انا راجل في بيتي في فيلم محمد هنيدي امير البحار، مات الله يرحمه. بعدها. بعد قبل الفيلم ده هو افيه كان عايش مع الناس كلها. قبل الفيلم ده هو كان بيقول ان انا نفسي اخد دور كبير، ونفسي بقى. هو كان سنه كبير يعني 45 50 سنة. ف... فعمل الدور اللي هو كان عايز يعمله، ونجح وشاف نجاح. وافيه قاعد مع الناس طول العمر. انا اقصد ان طول الوقت ربنا برضو يعني الحياة صغيرة، بس ربنا بيديك دايما اشارات وحاجات ان انت تكمل يعني. فهي دي كانت الخلطة، ان انت تستمر، تبص في ورقتك، تشتغل الفرصة اللي هتجيلك، حتى لو صغيرة، مشهد، جملتين، مشهدين، تشتغلهم كويس، تذاكرهم كويس، وتستنى اللي بعده. على قصة المشهد والمشهدين، انت لو رجعنا لورا شوية في 2018 جالك ليالي اوجيني مثلا، مم. وجالك لا الفتوة 2020. ليالي اوجيني 2018 تقريبا. ايوه 2018. انت كنت برضه كتير منكم تاخدوا في صاحب السعادة مع استاذ عادل امام. صاحب السعادة انا كنت مساعد مخرج، وانا اشتغلت ايوه مساعد مخرج قبل استاذ رامي امام. استاذ رامي امام. تمام. وكان العتابي بقى كان موجود برضه، انا عمل جبتهم كلهم يعملوا مشهد او ايوه عمل مشهدين يعني، مشهد وعملت بالظبط. لهم اوديشن.
كاستنج على الجمله وجملتين، بحيث ان احنا كلنا نبقى ايه يعني، دايما تروح الكاستنج يقول لك انت وحميده برضو عمل مع خالد عليش صح كده. عملت ايه قبل كده. فكنت عايز اكسر لهم اول خطوه، ان كل واحد يبقى عمل حاجه حتى لو جمله قدام الاستاذ الكبير عادل امام يعني، او جملتين، حتى لو ويتر بينزلوا حاجه على الترابيزه وبيتكلم كلمه كده. عتابي كان كلهم كانوا كده يعني، بحيث ان ايه كل واحد عمل جملتين 3 كده. تمام. يعني انا كنت شايفهم ان هم شاطرين جدا، وعملت لهم اوديشن. يعني بما ان انا واحد من دراوشكم من بدايه المسرح خالص، فانا عارف قد ايه الفرقه دي فيها ناس عظيمه جدا. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي اللي ظاهر على الساحه حاتم صلاح، وليد عبد الغني، استاذ محمد جبر برضه عمل شويه حاجات تمثيل كمان غير الاخراج اللي هو بيشتغل فيه، ومحمود حديني. يعني انا نفسي انا كمؤلف نفسي ان يبقى واحد على الساحه زي محمود جمال الحديدي. حد حرفيا لو دخل الوسط ده فهيحصل دربكه كبيره جدا يعني ان شاء الله. في وسط ما احنا بنشوف احيانا ناس بتجيب بوستات من على الفيسبوك وتعمل بيها قصص وافيهات محمود الحديدي يا جماعه بيعمل حاجه مش هيعرفها غير الناس اللي شافته على المسرح وهو بيمثل وهو بيألف، او الشغل بتاعه يعني على المسرح. فاضل ناس لازم تعرفهم، ان الناس دول يا جماعه برضو لا يقلوا موهبه عن حاتم وعن وليد وعن بس لسه ما خدوش فرصتهم. فاضل محمد عتابي، فاضل محمود عبد العزيز زيزو، فاضل مصطفى عاصم، ايهاب، حميده، عندنا البنات سمر، سالي، كله يعني حرفيا بلا استثناء. بس المميز فيهم كلهم ان هم برضو زي ما بقول لك كلهم مكملين، فانا واثق ان هيجي في وقت. بالظبط. عاصم برضو كان عمل حاجه اليومين اللي فاتوا. فهي الفكره كلها ان في مسرح بيطلع منه الناس دي حرفيا اثرت او بتسري حاليا التلفزيون والسينما زي ما انت بتعمل دلوقتي يعني. وده بقى ننطلق منه الفكره تانية، ان انت لما دخلت مع استاذ احمد مكي في الكبير قوي، انت كان دورك صغير ولكن بموهبتك في قصه حصلت. الناس بقى مهم جدا الناس تعرف القصه دي، وان انت ازاي في يوم من الايام تقريبا ما كنتش هتروح وانتقل الموضوع لان انت بطل دلوقتي من ابطال العمل اللي نتمنى طبعا ان هو ترجعوا فيه وتعملوا حاجه اقوى، مش يبقى اخر جزء اللي فات زي ما هو اعلن. كبير قوي. الكبير قوي بقى عايزين نسمع القصه دي. لا هو قصه كبيره قوي كانت باختصار يعني، ان انا كنت اشتغلت مع استاذ احمد مكي مسرحيه اسمها حزلقوم، وكنا عرضناها في السعوديه واتعرفت عليه. طبعا هو شخص اسطوره يعني. انا كنت بعتبر نفسي في ورشه ان انا بقعد اقابل حد ميجا ستار كل يوم، بتقعد معاه 6-7 ساعات على ترابيزه واحده، بنفكر سوا وبتشوف هو بيشتغل ازاي ومدرسته ازاي. انا راجل جاي من فرقه، والفرقه دي يعني لازم تبقى فرقه عشان تعرف تجيب جون، تتحرك كلها كترس واحد يعني. فكان ده نفس اسلوبه. حتى لما جينا نشتغل على المسرحيه في الاول، نشتغل على ان احنا نعدل الورق وكده، فتحنا من اول دوره. هو قال لا افتحوا من اول المسرحيه، يعني احنا فتحنا من اول دخوله على اساس ان اللي فات عادي ممثلين بقى يشتغلوا عليه يعني مع المخرج وكده. لا هو يشتغل على المسرحيه من اول دقيقه لاخر دقيقه. فهو مش النجم الاوحد اللي عايز يبقى هو اللي عليه لا خالص خالص. هو حتى دي حاجه تتعلمها منه، ان هو ما يعرفش يمثل قصاد ممثل وحش، ما يعرفش ينبسط بالشغلانه غير لو كلنا جامدين. هي دي منطق احمد مكي يعني، منطق طبعا الاستاذ الكبير احمد الجندي. فهم ما جم يعملوا الكبير قوي، كان بعد ما اختاروا رحمه يعني طلبونا ان احنا نعمل اوديشن. انا في الاول اشتغلت اعلان مع استاذ احمد الجندي واستاذ احمد مكي، كان اعلان لشركه اتصالات يعني، واشتغلت فيه انا ومصطفى غريب وعاصم. يعني كانت سلسله اعلانات كده، عملنا 3 اعلانات، ودي كانت التعارف يعني. ورحنا كلنا بعد يعني رحنا في الاول كاست حزلقوم كله عمل اوديشن على الاعلان، واشتغلنا احنا ال3 يعني. بعد فتره كانوا بيعملوا الكبير قوي بقى، بيحضروا الجزء السادس وكده، فقالوا لنا ان احنا في دور جديد طالع في المسلسل، ابن مكي كبر وابن الكبير قوي يعني كده، اللي هو العترة. فكان الاوديشن وكانت رحمه خلاص اتسكنت في مربوحه وكان بتعمل معاهم بروفات قرايه وخلاص داخلين يعني على بس فاحنا رايحين، جابونا وقالوا لنا احنا عايزين نعمل اوديشن على العترة
وكده، ومعاكوا بتاع سكة 14 مشهد، مم. ومعاكوا حوالي 5 ايام تذاكروا المشاهد دي وتيجوا تعملوا اوديشن، يعني ده دور كبير يعني، دور من الابطال يعني وكده. انت ومصطفى غريب وزازا وزازا اللي هو عمل بعد كده طبازة. مم. فاحنا الثلاثه يعني. مم. بس فراح بكلمها في العادي عملت ايه، فقلت لها والله عندي اوديشن على دور اسمه العترة وكده. فقالت لي العترة، انا سالت استاذ جندي يعني، وقال لي ان مصطفى غريب هو اللي هيعمله يعني، حتى ورى لي شغله وورى لي. مم. وكان مصطفى غريب صاحبي جدا، وكان معانا في المسرحيه بتاعت السعوديه، وكنا احنا ايه يعني اصحاب، وبنتكلم في التليفون طب هنعمل ايه لو كلموا اي حد خير كده يعني. كنا انا ومصطفى اصحاب. كان زازا ما نعرفوش قوي يعني، او لسه ما كناش نعرفه يعني. فانا قلت ايه، طب ما هو الدور متوزع، وهو قال لي على مصطفى غريب هو شكله شبه الدور بيبي يعني، فيس شويه فيس هو طبعا. بالظبط. ف... فقلت مش هروح الاوديشن او قشطه يعني، مش هذاكر مش هشتغل يعني. لكن بعد 3 ايام قلت طالما هم كلمونا في اوديشن، حتى لو استاذ جندي نفسه قال للرحمه يعني، يبقى اكيد عايزين يشوفوا حاجه. فذاكرت واشتغلت واجتهدت وجبت جلابيه وحلقت وخليت شنبي عشان اروح الاوديشن يعني. محاوله، وكانوا جايبيننا بترتيب الترشيح يعني، مصطفى انا زوز تقريبا يعني، 6 مصطفى، انا 6 ونص. بس ورحت عملت ال 14 مشهد، وبعديها بفتره كلموني قالوا لي ايه، مبروك يعني. فقلت لهم خدت دور العترة معقول وبتاع، فقالوا لي ايه لا خدت دور تاني اسمه نفادي يعني. ايه نفادي بقى، ما مش عارف عنه حاجة يعني. فكان الدور مفروض يعني، مفترض ان هو مكتوب في الحلقات يعني، ان هو صاحب الكبير اللي بيصيعه في اول كام حلقة كده لغاية فرحه، وخلاص هو بيتجوز واحدة فبيبعد عن الفرح اللي هو صاحبه. في الحلقه الخامسه تقريبا. الحلقة الخامسة الخامسه الرابعة يعني، والخامسة بقى اول ايه. مشهد في الخامسه. الخامسة بقى اللي هم الدخلة يعني، اللي هو بالظبط. المربوحة بقى، المرأة وتشتغل المثيرة. الانوار وتجيب الفراشه اللي جابتها في اوضه النوم دي. اه. فكان دوري المفروض ينتهي كده يعني، ده اللي انا كنت عارفه يعني. لكن استاذ جندي واستاذ ميكي كانوا مصرين ان احنا نكمل يعني، ونبقى جزء من الابطال يعني. ففي سكواد جيم اتكتبت، بعتوا لنا الدرافت الاولاني، ادوني مواعيد تصوير، ولكن لما شفت الدرافت ما لقيتوش موجود يعني مم. في سكواد جيم. يعني سكواد جيم اللي هي جابها عملها جوني. اللي اللي هي هو الخطف، اللعبه عمليه والخطفه الخطف. والحاجات عمليه دي، انا ما الخطف. كنتش فيها، بس ادوني مواعيد تصوير بس انا ما مم. كنتش فيها. مم. وابتدى الدور يكبر كده، ان هم يحطوني في حاجات مم. هي يعني. مثلا اخر حاجه اللي هو المهرجان، كانوا هيجيبوا حد بيقول نكت فعلا. مهرجان المزاريط. مهرجان المزاريطه، اللي هو مثلا كانوا هيجيبوا حد انا زي سمعت ان حماده سلطان هو اللي كان حماده جاي. سلطان او حماده استاذ حماده بركات سلطان طبعا. او حد يعني بيقول مم. نكت وكده. مم. لكن استاذ جندي كلمني وقال لي يعني حاول تكتب المشهد ده ونعمله، وفعلا كتبت مشهد كبير كده، وراح هو منتجه وقال لي هنقول ده. وحتى يا رحت يوم التصوير كانوا جايبين فرقه كده بتلعب على المزمار وكده، كنت عامل اغنيه، كاتب اغنيه كده بتاعت. فقلت له مش هينفع فرقه المزمار، فاجلوا التصوير يوم، وجابوا لي فعلا ناس على اكورديون وطبله. شايف معاك الاغنيه السخيفه اللي ده حلوه جدا. ايوه ما حلوه. اللي هي ايوه بتاعت فعلا. كانت اقولها ايه، اللي هي كانت على لحن اغنيه ايوه حبوره شيرين رضا طفشت بسببها من الشادر. هي الاغنيه دي. جابوا لي فرقه. لا الحقيقه كان يعني انت كنت فعلا بتتعامل ان انت بطل من ابطال المسلسل. مسلسل تاريخي ليه 5 اجزاء، مكسر مصر، بيتعرض في التلفزيونات يعني بعد الكبير قوي كان المسلسل لحد السنه اللي فاتت لو ما اتعرضش تاني فانت فعليا توقفت قطار فكره حاجه مربوطه برمضان بعيدا عن رامز بقى. ان شاء الله مش هتتوقف يعني. انت فكره ان انت بتقف شويه وبترجع تعمله تاني بشكل وبتلاقي الناس فعلا وحشها، والناس الناس بتحبه يعني في ناس كتير بتقول لك يعني دي الحاجه اللي في رمضان، حتى لو ما بتتفرجش في رمضان او حاجه، في حاجه على الفطار كده. الناس اللي بتجرب تدخل تمثيل او اللي بتحاول تبقى ممثلين الفتره دي، انت يمكن عملت حاجه هم بيعانوا منها فترات طويله وفعلا بيزهقوا بسرعه. فكره ان انا ليه اروح اوديشن طالما معروف ان الدور رايح لحد. طبعا بعيدا عن الموقف اللي انت تعرضت ليه، ناس كتير بقى ما بتروحش تاني يقول لك ايه ده، اصل في حد له واسطه هيدخل، اصل لا هو الموضوع مش واسطه قد ما هو نصيب يعني. بس هو انا بقول لك فكره السعي، مفيش حاجه يعني، مفيش قانون، مفيش حاجه مضمونه، ومفيش قانون يتبعها يعني. انت بتسعى
وفعلا ممكن يكون الاوديشن فيه ناس بتشتغل جمله وجملتين، لكن انا من اوديشن عملت 30 حلقه في فاتن امل حربي. من اوديشن المحامي في فاتن في فاتن امل حربي من اوديشن. ولو اني انا كنت مصاحب نظريه ان الاوديشن كده كده عمره ما هيجيب لك اكتر من مشهد او اكتر من دور ثانوي صغير، لكن برضو في السعي ممكن يجيب لك الاوديشن ده عشان بقى الناس الاوديشن جاب لي الكبير قوي. عشان الناس اللي ملهاش في التمثيل، هو الاوديشن هو الاختبار الاول، عشان احنا عندنا مشهد او جمله عايزين حد يقولها فوشه لايق على الجمله. فبتروح وحتى لو على دور كبير يعني حتى لو على دور كبير بتعمل اوديشن برضو. يعني في ناس غير الترشيح، يعني ان انا ارشح مثلا حاتم ان انا عارفه ان هو يعمل الدور ده، ممكن واحد صغير يجي مش معروف او يقرر مخرج ان هو طب والله ليه لا ما يعملوا. انا بشوف ان هي فكره اصلا للمنتجين وللمخرجين فكره صايعه جدا. يعني انت تجيب ممثل اولا مش هيكلفك كتير، يعني ده ممثل لسه بيطلع وعايز فرصه، يعني عايز يعمل حاجه، عايز يثبت نفسه، فهيموت نفسه مش هيكلفك كتير. وباسمك برضو انت طلعت ناس للوسط الفني زي ما بيتقال دلوقتي على الجيل بتاعكم تقريبا. زي طبعا هو طلع بتوع مسرح مصر وبعدين انتوا على طول ظهرتوا. كبير قوي طلع ناس كتير قوي. طبعا طلع ناس كتير قوي. احنا محمد سلام طلع من الكبير قوي، ناس اسماعيل طبعا مع حفظ الالقاب. انت رحمه احمد، مصطفى غريب، زازا، ثروت، مصطفى ابو سريع ظهر بشكل حلو قوي يعني علي ربيع حتى كل الناس دي يعني في جزء من شهرتها بسبب كبير قوي. ده أسس عمل ليوناردو دي كابري. ده بس أسس عمل 3 حاجات قبل كده يعني تقريبا ما كانش اول مشاركه. يعني عمل معاه في كينيا مع حزلقوم في كينيا الراجل المترجم الكيني ولا لا. فطلع ناس كتير، احمد فتحي، ناس كتير قوي. فكره اكتشاف ناس جديده ما هياش. احمد امين كان مطلع ناس يعتبر انا وليد ورحمه كانت ناس اول مره حد يشوفهم في السوق. يعني وليد طلع بعد كده طه دسوقي فاهم نجم. عصام عمر في بالطو اما طلعوه برضو راجل بيمثل كتير من زمان، لكن فجأة في الطولة لا عصام عمر ما ظهرش غير في بالطو بالظبط، لكن قبل كده كان اعلانات وكان اهم ممثلين مصر. الراجل بس مجرد ان حد اعتمد عليه واداله فرصة اثبت نفسه فيها. هل انت شايف السوق يساع؟ يعني مثلا يساع طبعا. يعني احنا عندنا دلوقتي كان في او في 3 شايلين على عاتقهم، انا بعتبرهم هم الوحيدين اللي بيعملوا الكلام ده. استاذ اشرف عبد الباقي، استاذ احمد مكي، استاذ احمد امين، هم اللي بيعملوا فكره ان انا اروح المسارح واجيب ناس او اشوف الناس في اوديشنز او اشوف الناس اللي مخرجين برضه. مش عايز اقفل دور الناس كتير في مخرجين بتعمل استاذ احمد الجندي طبعا، استاذ معتز التوني بيروح مسرح ويشوف واحد ويعجبه ويديله دور، يعني مفيش مشكله. لكن الدنيا انت شايف ان لسه. بس انا اقصد ان مش كل الناس بتعمل كده، بس اقصد ان هي فكره لكل الناس ان هي تعمل كده عادي. يعني ان بدل ما حاتم تشوفه في 50 عمل وبيعمل هنا وبيعمل هنا وبيعمل هنا ومش ملاحق على كل الادوار، طب ما ممكن واحد لسه طالع يعمل دور ويبقى جامد فيه. والسوق ممكن يعني مش السوق يساعد الدنيا كلها، يعني يساعد الممثلين كلها. فاهم؟ النهارده ده يطلع جنبه ده يطلع جنبه ده. انا اقصد فكره اللي بياخد الريسك نفسها مش عند ناس كتير. دايما بيبقى انا مش هجرب مع جيري لسه طالع في دور ياخدني ويلبس بيها في حيط فكره طبعا. لكن لو انت مؤمن بحد او بتاع او انت يعني لا عادي، مش شرط الافيش يبقى كله ناس معروفه. يعني مثلا على باب العماره مثلا كان فيها امير عبد الواحد اول مره يمثل مفاجاه. امير عبد الواحد اللي هو طبعا الفنان العظيم اللي عمل المحامي صاحب البيت. وآية سماحة كانت لسه برضو في بداية. آية سماحة مثلا كانت مع أحمد أمين بطلة مسلسل كوميدي وعمرها ما عملت كده. فكرة ان انت تؤمن بس ان اللي قدامك هيعمل وتديله الفرصة وتديله وقته ومجهوده هيعمل. يعني لو انت برضو عندك عين تشوف بيها كويس. يعني ونسبة العين دي، انت العين دايما كانت عليك ان انت شاطر جدا في الارتجال. وان انت في المونولوجات بتأديها بشكل مختلف عن اي حد، وبتأديها فصحى وبتأديها عامية بشكل مذهل. يمكن انت اشرت لده، اللي هيعرفك يعني قبلها هيعرف ان دي اشارة منك او من المخرج في شلبي، ان انت عملت مونولوج. المونولوج ده طبعا الناس ممكن تفتكره لرواية من الروايات القديمة وكده، لكن هو المونولوج لأستاذ محمود الحديد. فانت في الطبيعة دي بتعمل حاجة حلوة قوي. لو حد سابك كده وفتحت معاك بتقول كلام حلو. انت بتعمل شخصية قبل ما بتعمل مونولوج. يعني انت بتعمل شخصية
فالشخصيه دي بتخليك تقودك لما يقول مونولوج الناس تصدقه يعني. بالظبط. هل انت صدفت معاك ان انت في اي عمل من الاعمال تعرضت ان انت اللي هتكتب ده، انت غيرت او انت عملت بان انت تدخل مثلا المونولوج بتاع استاذ محمود ده، دخلته ازاي في وسط العمل؟ ده كان دكتور بيتر اللي طلب مني كده يعني، ان هو واحد عايز يثبت انه ممثل شاطر، يقول حاجه من اللي قالها في المسرح قبل كده. اه ف انا راجل بتاع مسرح، وهو كان شايف ان انت تجيب حاجه من اللي انت قلتها. عرضت عليه 3 مونولوجات يعني، وهو كان اختار ده لغه عربيه يعني ومنتجناه برضو عشان هو كان مونولوج طويل يعني، بحيث ان هو يتقلي وهو لايق على الموقف ان هو ماشي بيقول له انت فاشل ما بتعرفش تمثل، فيقول حاجه من اللي هو كان اتقيم فيها او خد فيها ممثل الاول في اسكندريه، شريف جزرة يعني. فوافق على المونولوج ده فعملناه. فكان لايق جوه الحدث يعني. تمام. اللي وصلت له لحد دلوقتي ان انت نجم، عملت مسلسل بطولتك، وبرضه من ناحيه تانية بتاخد ادوار تانية في افلام او مسلسلات اخرى. بفعل ان احنا خلاص السوق كله دلوقتي بقى شغال كده، ما عادش في حاجه اسمها النجم الاوحد لعمل واحد. ممكن نلاقي احمد عز وكريم عبد العزيز في فيلم، ممكن نلاقي يعني الناس كلها دلوقتي بقت بتشارك بعضها في اعمال. ايه حلمك؟ انا حلمي ان انا اسيب ذكرى طيبة يعني، ان انا اشتغل الشغلانة دي اعمل فيها اعمال حلوة الناس لما تشوفها بعد ما اكون مش موجود يعني. لو حد ضحك او حد طبعا وانت شغال، لو حد وانت بتشوف ده على حياة عينك يعني، لو حد كان مهموم او متضايق وانت بتعمل عمل كوميدي وضحك وابتسم بسببك، انا بشوف ان دي احلى حاجة في الشغلانة يعني. ان انت تغير مود حد، ان انت تفرح طفل او يعني فاهم، الاطفال ممكن تكون بتحب الحاجات دي. فكل الحاجات دي من انا هدف في الشغلانه كده، ان انا اشتغل الشغلانه انبسط واستمتع بيها، في نفس الوقت اعمل ادوار الناس تحبها تتاثر بيها، سواء على مستوى ان الادوار دي بتقدم مسج او المسج بتاعتها كوميدي بحت يعني، تشوفها وتضحك وخلاص. ده التارجت بتاعي في الشغلانه يعني، ان اعمل ادوار طول الوقت مختلفه، ما تحبس في شكل او قالب واحد، وفي نفس الوقت حاجات انا استمتع بيها يعني وانا بقدمها يعني. ده في الكاركترز الكوميدي لكن كله. ايوه بالظبط، ده اللي عايز بقى اقوله لك. يعني مثلا في بعض الناس بتشبهك بخالد صالح الله يرحمه، بالاستاذ الله خالد يرحمه صالح. طبعا. ان انت نفس الهيئه تقريبا. فبالتالي الناس عندها فضول ان هي تشوفك في الحته دي وانت لسه ما عملتهاش. حته بقى تراجيدي كان، او حته السسبنس، او حته الحاجات اللي كان بيعملها استاذ خالد صالح. انت شايف ان وخالد انت صالح يعني الله يرحمه هو كان عظيم، ممكن ما حدش يعرف لا احنا ما بنقولش ان محدش يعرف كل واحد له يقرب حتته. من الموهبه بتاعته يعني قوي. بالظبط. لكن هي الفكره كلها ان انا حاتم، انا زي ما بقول لك حلمي ان انا ما اتحبس في قالب واحد. عشان كده ممكن اكون برفض ادوار كتيره جدا جايه شبه ان انت عايز تعمل حاجه شبه نفادي، او شبه حاجه انت عملتها قبل كده، او صعيدي شبه ان انت عملت عشان عملت عمل عشان مثالي. عملت عوض في على باب العمود. فانت طول الوقت بتحاول تبحث عن الجديد وعن المختلف، عشان كده عشان ما تتحبس في قالب واحد. والادوار هتيجي فكره ان يعني ان شاء الله يعني. انت منتظر الدور اللي هيجي لك يقول لك مش ما دور فيهوش واحد، ضحك. مش دور واحد يعني. انا كده في النهايه هي شخصيات بلعبها انا. قبل وانا بعمل كبير قوي 6 كنت بعمل فاتن امل حربي، ما فيهوش ضحك خالص. بالظبط. كان بيتعرض لي لايف شو على اليوتيوب يعني، شرير جدا. دور فيلن. ف استمتعت بالثلاث ادوار يعني. يمكن اللي ضرب او اللي الناس حبيته اكتر الكوميدي، ممكن يكون بينتشر اسرع. لكن في النهايه انت كممثل اللي بيبسطك ان انت تعمل ادوار مختلفه، الناس تشوفك بشكل مختلف. مش حاتم خلاص عنده حتتين فيلا نخليه يعمل الحتتين بتوعه، وبعد شويه الناس هتزهق منك وهترميك يعني. زي حاجه انت كنت ترند وطلع في وقته وخلص، فانت عشان ما تبقاش ترند او ما تبقاش حاجه وخلصت، لازم تتطور وتختلف وتسعى ان انت تتميز في حاجه. وربنا بقى هو اللي بيوفقك للمصير ده، لان انا بشوف ان في حاجات بتبقى غصب عنك، لكن هو ربنا بيوفقك للحاجه اللي انت عايزها، اللي انت تتمناها قوي. حتى لو انت جيت في وقت مضيت فيلم عشان خاطر تاخد فلوس او عشان خاطر مش عارف ايه، لكن ممكن فجاه يجي لك فيلم تاني اللي انت كنت مستنيه فتشيل الفيلم، فاهم؟
في تركيبه دايما تحصل، تركيبه الهيه كده، انت بتسعى لايه ربنا بيحاول يوفقك ليه. عشان كده وسع حلمك، وسعه، ما تخلوش مقتصر على ان انا، عشان انت لو عايز تبقى حاجه معينه هتبقاها، متهيألي يعني. بص، في حاجة بقى كنت عايز سايبها للآخر عشان أختم بيها ونعتبرها مسك الختام. الأم، مفيش زوجة لسه، ولكن الأم، الإخوات، الأب، الأسرة ككل، في وجودك دلوقتي وإن أنت بقيت نجم، بيمثلوا لك إيه؟ كل حاجه العيله هي اهم حاجه. كان في مساعدة منهم يعني وصل طول الوقت، للي أنت وصلت له؟ طول الوقت طبعا. مم. ما هو انت في وقت برضو كنت سنك كبير، لا تملك فلوس، كان عندي كلاب، لا كان في مساعده طول الوقت، وفي ان انت بيقفوا جنبك حتى لو في الحاجات اللي هم مفيش فلوس شايفين. وكمان بتربي كلاب فبتصرف عليهم. شايفين ممكن تبقى حاجه غلط مم. لبيت ما فيهوش فلوس ان انت تربي كلاب او تبقى مسؤول عن حاجه. لكن هم حتى شالوني في القصه دي، مم. فكره اكلهم وشربهم، ولو تعبوا محتاجين يروحوا الدكتور، او فكره انت نفسك. كانت عادي اختي الصغيره بتشتغل، وكان عادي اخويا بيشتغل وبيسيب لي فلوس في وقت من الاوقات يعني. انتوا أخين وأخت اخين واختين. واختين اه كانوا عادي بيساعدوا معاك لانهم مؤمنين باللي بيحصل ده، ما كانوش شايفين حتى لو مثلا في مش وقت مؤمنين، اه. يعني حتى لو مش مؤمنين م. ممكن يكونوا شايفين ان انت بتسعى فيه ده كله غلط، م. وهيعطلك، وانت بقالك كتير وما عملتش حاجه، حتى لو دي وجهه نظرهم. لكن في النهايه هم كانوا معاك وجنبك يعني، وفرحوا لك، وكانوا مستنيين ان انت تنجح، وفرحانين بنجاحك بعد ما نجحت يعني. مين اكتر حد كان معارض فكره انك تبقى ممثل؟ مفيش حد كان معارض يعني، ما كانش في العيله اللي هي تقدر تعارض قوي، م. اللي هي فكره حاتم ما تعملش كده يعني. م. يملك، ممكن يكون اهلك ما كانوش يملكوا القدره دي، فاهم؟ اللي هو ما تعملش كده فانا مش هعمل، لا. كانوا سايبينك يعني، في نفس الوقت انت ليك مستقبلك يعني. فلا ما كانش حد معارض، بس كانوا نفسهم يشوفوك احسن. م. هم كانوا شايفين ان ده ممكن يكون معطلك عن بقيه الناس، مش انت مش زي الناس. نفسهم تتجوز ويتخلف حته عيل ويشوفوا عيالك، ونفسهم في الحاجات دي، فطبيعي ان دي بتبقى من سكه المعارضه. لكن طول الوقت انت رايح نازل تشتغل، امي وابويا بيدعوا لي وبيقروا لي قران، كانوا عايزين يشوفوك في حتة انجح، وهم دلوقتي ممكن يكونوا مبسوطين بيها الحمد لله يعني. ويبقوا مبسوطين اكتر ان شاء الله مع كل حاجه انت بتعملها الفتره ان شاء الله. ان شاء الله. انا مبسوط انا بالنسبه لي مبسوط بقى والله يا جيري. ان انت وافقت. انت راجل يا اصيل باشا، جدا، راجل يعني يمكن يعني انا انت كنت عامل جروب جت في السوسته برضه، انا اشكرك على الحته دي. احنا كنا في وقت برضه في جمهور مثلا مش يعني كنت بقول لك اكتب بوست على الجروب ان احنا، لان احنا ما كانش عندنا وسيله دعايه يعني، وكانت الوسيله الدعايه ان احنا بنقول في المسرح ان احنا فاتحين بكره وبعده. فكان جروب زي الجروب بتاعك مثلا كنت بتنزل يعني من غير حاجه كمساعده، انت شايف الناس دي كويسه. بالظبط. فدي هو حاجه كويسه، هي كانت أنا شايلها الفكره لك من كلها زمان يعني. من ضمن مساعدتي للناس مش ليكم. يعني هي الفكره كلها ان انت عايز الناس تشوف حاجه نظيفه، فبتقول لهم يا جماعه روحوا اتفرجوا على المسرحيه دي مش ليه. انا طبعا مقتنع بيكم تماما، وزي ما قلت لك وزي ما دايما بقول انا من دراويش فرقه 1980 وانت طالع، حد كده كنت بجري وراهم في كل حته. فلما ربنا كرمني وبقيت في السوشيال ميديا متشاف شويه والجروب و3 مليون بني ادم، فكان مهم جدا ان الناس دي تشاور لهم على الناس اللي فعلا عندها فن وفعلا مسرح بتاع زمان جدا من اللي يتشاف بجد. فهي كانت خدمه للناس اكتر من ان هي خدمه ليكم، وان انا ناس وان انا بس بجد بقول لك هي يعني. كانت خدمه لينا يعني، لان في النهايه برضو احنا كناش طمعانين في حاجه غير ان الجمهور يجي يتفرج، فكان بالظبط. فانا مبسوط ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا دلوقتي بعمل معاك بودكاست وانت نجم مكسر الدنيا يا يا رب باشا يا انت اللي رب. نجم. ويبقى بعد 20 سنه و30 سنه ربنا يدينا طول العمر ان احنا نشوفك في حاجه اكبر واكبر ان شاء الله. متشكر جدا ان انت قدرت دعوتي وجيت انا متشكر البودكاست وزودته لي، لان انت ضفت للبودكاست قيمه. من النهارده هبدا انا اتكلم ان انا جبت حاتم صلاح ان شاء الله الناس معايا في البودكاست كتير يعني. يعني فمتشكر جدا وشرفتيني، ويا رب دايما نشوفك على خير. انا اللي متشكر ومبسوط شكرا إن أنا معاك. رومانسيه مش لاقيين صح.